يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الرزق والجمال. عايزة اقول لكم ان ده سحور اول يوم رمضان يا جماعة. سحور اول يوم رمضان ان شاء الله يا رب يكتبها لنا جميعا بالبركة وينولنا رمضان والايام المباركة دي. ونبدأ طبعا معانا بكيس الفول اللي احنا دبسناه سوا. وطبعا حطيته كله كده في كيس وطلبت معايا بصراحة ان انا اعمل فول بالطماطم. لاني في تقليدي دايما بعمل فول بالطحينة، فقلت بقى المرة دي لازم ايه، كل يوم هعمل فول مختلف. بصراحة انتوا عارفين المصريين لازم طبق الفول في السحور. النهاردة السحور بتاعي هيبقى سحور بسيط جدا جدا جدا، عشان الواحد يقدر ياكل كده بتمعن كده وياكل كده بضمير. علشان اول يوم رمضان طبعا انتوا عارفين، يعني هو اول يوم رمضان هو اكتر يوم بتحسوا بيه بالصيام. فانا بصراحة خليت السفرة بتاعتي بسيطة جدا جدا، علشان الدنيا ايه تبقى بسيطة كده وهادية، ونسيب مكان كمان لان احنا هنشرب يا جماعة مية، ونسيب مكان للزبادي بتاعتنا. المهم هنا ابتديت اولع النار وحطيت الطاسة زي ما انتم شايفين هناك اهي. وهبتدي بقى احط في الطاسة حبة زيت كده علشان ابتدي انزل بقى الطعمية الطماطم بتاعتي. وعايزة اقول لكم ان المفروض لو هنعملها بالظبط بالظبط زي ما بيقول الكتاب، المفروض نحط ايه فص توم. بس بصراحة انا ما حطيتش فص توم علشان إيه، سمعت ان هو بيعطش وكفاية نفخ بقى بطون يعني زي ما بيقولوا كده. فالمهم كده بقى هنبتدي ننزل مع بعض الطماطم بتاعتي. مش عارفة ليه طالبة معايا اقول عليها طعمية، كل ما اجي اقول طماطم اقول طعمية. ومسكت بقى هنا كيس الفول بتاعي هضربه في الهاند بلندر. عايزة تضربيه في الخلاط براحتك، بس حرفيا حرفيا بيفرق في القولون يا جماعة. لو بتعاني قولون زي حالاتي كده لازم تضربي كيس الفول بتاعك، علشان البذر والكلام ده كله هو والقشرة بتاعة الفول طبعا احنا كده كده بنهرسها، بس هي دي قص المشكلة بتاعة القولون. فاحنا كل اللي هنعمله الحبة اللي انت هتعمليها طبق الفول هتضربيه في المضرب او في الخلاط زي ما انت شايفة كده، علشان يبقى نسهل على بعض كده، نسهل على بطننا. ما تنسوش ان احنا اساسا بنتسحر الساعة كام؟ انا صحيت الساعة 3 بصراحة، ونايمة الساعة 1:30. فهبتدي اضرب بقى بالصوت، طبعا كانت الصوت علشان صوت مزعج. فههرسه بقى براحتي خالص خالص خالص، لان كده كده انت اصلا بتلاقي نفسك عماله تنقي في الميه بتاعت الفول، ما بتاخديش القشر وكده. فالمهم احنا كده اهو ضربناه، وننزل بقى كده ايه، يعني انا بضرب الفول وفي نفس الوقت سايبه الطاسه بتاعتي تسخن. وبصراحه كمان دي هي سخنت قوي لقيتها سخنت قوي بصراحه، بس الحمد لله يعني ما حرقتش حاجه الحمد لله. المهم هنا بقى جبنا الكاميرا اهو بصوا كده تعرفوا ان الطاسه كانت سخنه قوي. ايه هبتدي بقى انزل الطماطم. طبعا انا فضلت بصراحه اول ما صحيت عماله اقول يا ربي اصور ما اصورش اصور ما اصورش. فقلت خلاص انا هشغل الكاميرا واتعامل عادي خالص. عجبني بقى السحور والحاجات دي، عجبني وعجبنيش خلاص مش منزله. فانا دلوقتي طبعا رجعت من المدرسه وحتى باين على صوتي ان هو مجهد. قلت بقى ايه اضيف صوتي كده على الفيديو علشان ايه نونس بعض كده. الطماطم برضو لو عايزين تضربوها في الهاند بلندر وتنزلوها سائل براحتكم، بس انا هنا قطعتها عشان بصراحة قلت ايه كل يوم هعمل طبق فول شكل يعني. انا هنا قطعتها وزودت كمان حتة اهي. وطبق الفول ده بسيط جدا جدا يا جماعة، مش بنحط عليه اكتر من ملح وكزبرة وكمون، طبعا بيموت في الكمون. فهننزل بقى دلوقتي هسيبه يتسبك شوية وبعد كده ايه نروح منزلين بقى الفول بتاعنا. وعقبال بقى ما الطماطم معانا تتسبك مسكت بقى الخيار. يا جماعة كله خيار في سحور رمضان، علشان هو ما شاء الله معظمه فيه مية، يعني هو كله مية الخيار. فالمهم الخيارة اهي زي ما انتوا شايفين بقطعها كده بميلة كده عشان تدي منظر لذيذ كده. ودي التقطيعة التانية. يلا بقى نحطها في الطبق بتاعها. انا حرفيا مش عارفه هي الاضاءه بتعمل كده ليه، يعني انا حتى امبارح وانا بصور اتضايقت قوي.
ده الليد يا جماعه، ده الاضاءه بتاعت الليد، مش عارفه ليه بتعمل ذبذبات كده، مش عارفه ليه، اتضايقت بصراحه منها قوي. بصوا بقى منظر الطبق ما شاء الله، ابيض والاخضر، الاخضر بيدي جمال لاي حاجه. بصوا ما شاء الله تحفه. ف عايزه اقول لكم ان ادم بقى اول سنه يصوم فيها، ومعداه بقى قايله له لو كملت الصيام هديك 5 جنيه. المهم ان انا صحيته بقى الساعه 3 كده، بعد ما خلصت 3 ونص كده، بعد ما خلصت الحاجات دي كلها، وربنا يعينه بقى على الصيام. بصوا منظر الطبق بقى تحفه ما شاء الله، يفتح النفس والله زي ما بيقولوا كده. يلا بقى بصوا منظر الطماطم بعد ما اتسبكت اهي. وكده كده هنزود ميه لما ننزل الفول بتاعنا. فهنبتدي بقى ننزل الكمون بتاعنا اهو. زي ما اتفقنا هو مش بياخد حاجه كتير، هي كمون وكزبره وطبعا تحقيقه بتاعه الملح. يا رب ما ننساش حاجه. ونبتدي بقى نحط بقيه الحاجه بتاعتنا. حبه صغيره فلفل اسود، مش عارفه حطيته ليه بس ماشي حلو يعني. زي القرفه، انا بحب بصراحه احط القرفه في كل حاجه بحطها، يعني كده كده حتى لو عملته بالطحينه بحط عليه قرفه برضه. والبيت برضه يا جماعه بحط عليه قرفه برضه، انا بحب القرفه بصراحه. فزي ما انتوا شايفين كده بقى، هنبتدي بقى ننزل الفول بتاعنا بكل ليونة زي ما بيقولوا كده. الطبق ده يا جماعة بتاع الفول بصراحة كلهم اتوهموا بيه بجد، حتى آدم يعني قال لي ماما تحفة، وجوزي قال لي حلو جدا ما فيهوش غلطة. فالفول كل ما هو مهروس كويس بيبقى عظمة كده، يعني تاخدي بقى ودن القطة كده تروحي واخده لك حتة فولاية كده، تحفة تحفة تحفة. هنا هنزود مية اهو لان كده كده هو جاهز بصراحة. وكمان هزود معلقة صغيرة كانت تايهة معايا كده طحينة، فقلت مش مشكلة تعالي بقى احطها. هي معلش يا جماعة فصلت الصوت بقى، عايزة اقول لكم ان بتاع الانابيب مش سايب وداني في حالها، عمال كل شوية يديني كده تيت 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 تيت. هنا حطيت الملح اهو، وبعد الملح بقى تقريبا هنزل معلقة الطحينة اللي قلتلكوا عليها. الطبق ده تحفة، اعملوه على ضمانتي بجد، هيعجب جوازاتكم وهيعجب عيالكم وهيعجب الدنيا كلها، مش ناقصه حاجة زي ما بيقولوا كده. فالمهم يا جماعة ما تنسوش بقى تقروا قرآن كريم وتسبحوا. بصراحة أنا خدت المصحف معايا وقريت وأنا في المدرسة وسبحت كتير كتير كتير، وجيت عشان أنام شوية بصراحة بقى. كده تقريبا طبق الفول بتاعنا كده ما شاء الله نضج، سايباه بس يغلي شوية علشان لو في حبة مية ملهمش لازمة يتشربوا. ويلا بينا بقى علشان نشوف هنعمل ايه تاني. ان شاء الله كده شكلي كده هعمل طبق الجبنه. الجبنه دي كانت من احلى الجبنات اللي انا جبتها والله بصراحه، حلوه قوي. كانت دلعه كده مش حادقه، وفي نفس الوقت فيها كده ليونه كده، بحب انا كل حاجه كده سهله بصراحه. بصوا اديني بحط اهو الجبنه، وبنزل بقى الجبنه اللي عندي كلها او حته منها. طبعا انا سرعت كمان الفيديو، محبش اطول في الفيديوهات بتاعتي يا جماعه، مش عارفه ليه كده. وقطع هنا برضو عليها طماطم وبس كده، مش هحط عليها اي حاجه تاني. هقلبها التقليبه كده مع الطماطمية بس كده، بس كده. يلا بقى نشوف بقى نزيحها كده على جنب بقى ونجيب الباقي. بصوا يعني السحور ما يعني ملوش حل بصراحه، احلى حاجه. زي ما انتوا كده نزلت بقى الفول في الطبق بتاعي، ودي الطبق التاني. يلا بينا بقى فاضل طبق واحد اللي هو البيض المطقوق. بصراحة أنا قبلها بيوم كنت عاملة بيض مسلوق، فقلت مش هسلق النهاردة هطقه. فدلوقتي هنعمل مع بعض البيض المطقوق يا جماعة. محمد
واخر حاجة اقدر اختم بيها اليوم الجميل ده، العيش يا جماعة الشمسي الرهيب ده. العيش ده باخده بقطعه طرنشات، بصوا زي كده، وبالهنا والشفا على قلبي. وده كان اول يوم سحور. باي.